حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ خلينا النهارده نعمل وصفه من غير كلام كتير ونقعد نقول بقى ان هي بتخطف القلب، ووصفه من ورا العقل. النهارده هعمل رز بلبن من كوكب المريخ، وصفه فتاكه فتاكه فتاكه، مش هزار يعني. يلا بينا مع بعض كده نسمي بسم الله، واعملي لايك وشير للفيديو دوت، ولو اول مره بتشوفونا اعملوا لايك للصفحه عشان خاطر اي فيديو بننزله يجي لكم بيه اشعار بكل سهوله. هنسمي مع بعض بسم الله. حله على النار فيها كوبايه رز مصري واخد الشعار المصري، يكون منقوع ومغسول مره واثنين وثلاثه. حط لي بقى على الرز 3 كوبايات من الحليب الطازه كامل الدسم. بعد كده بنجيب فاكهه الدراجون فروت زي ما انتم شايفينها كده، في متناول الجميع، تقريبا حق الواحده 20 جنيه ولا حاجه. عندي كمان حبايه مانجا، ومش هتكلم بقى عن فوائد المانجا او الدراجون فروت، يعني لو قعدت اتكلم من هنا للسنه الجايه، حديد بقى وكالسيوم ومعادن، يعني صيدليه متحركه داخله جسم الانسان. بنعلي طبعا النهارده من القيمه الغذائيه كمان بتاعه الرز بلبن، غير ان الطعم والله العظيم يا جماعه خيالي. هقول لك على شويه تريكات النهارده هتخلي لك الرز بلبن دوت من كوكب المريخ. هجيب سكينه النوازيت ببتدي اقطع بيها زي ما انتم شايفين كده، بتديني شكل الكور اللي انتم شايفينها ديت، ودي متوفره في كل مستلزمات المعدات بتاعه المطاعم او المطابخ يعني. وبالمناسبه كمان سعرها مش غالي، السكينه ديت تقريبا ب 30 جنيه، تقدري تعملي بيها طبق فاكهه حلو، تقطعي بيها الخضار السوتيه، هتنفعك تخليكي تقدمي الحاجه بشكل احترافي قوي. بعد ما بعمل كل الدبريهات اللي معايا بتاعه الدراجون فروت زي ما انتم شايفين كده، بوريه كلها اتعملت معايا عصير زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. اهم حاجه يكون كله بوريه او مضروب كويس في الكبه او في الخلاط. خلي بالك التريكات دي ممكن تبان لك بسيطه ولكن مهمه جدا في النتيجه النهائيه. عندنا الرز والحليب كنا حاطينهم على نار وسط مع التقليب المستمر لغايه ما الرز ده بقى عامل معايا زي القشطه. ايه الجمال ده! الرز يا جماعه يكون دايب. بعد كده بنزل بكوبايه سكر مع كوبايه قشطه بلدي او كريمه لباني. انزلي لي بقى بعصير الدراجون فروت اللي احنا عملناه. بص بقى على المنظر والشياكه والجمال، حاجه يا جماعه فعلا بتخطف القلب والله العظيم، طعم خيالي. قلبيه تقليبه حلوه وارفعيه على النار. نجيب بقى حبايه المانجا وناخد منها كده ايه شويه نوازيتات حلوين. تخيلي معايا بقى كده طعم المانجا مع الدراجون فروت مع الرز بلبن، بعيد عن ان احنا علينا القيمه الغذائيه، بجد طعم بيخطف العقل. تاكلي طبق واثنين وثلاثه ما تشبعيش منه، بجد الف هنا وشفا على اللي هياكل. حاجه خطيره، اتمنى تجربوها كمان وتشجعوا الناس وتقولوا لهم في الكومنتات عشان خاطر ياخدوا الخطوه ويتجرأوا يعملوا الوصفه العظمه دي. عندي هنا الرز بلبن بعد ما خد القوام اللي احنا شايفينه دوت كده، قوام الرز بلبن تمام معايا. بص بقى اللون والشكل والطعم ما اقولكيش، لازم تجربيه. ما شاء الله يا جماعه، روعه الروعه، وهتاكلي صوابعك وراه. هضيف كمان بقى شويه فانيليا كده يدوني افتر تيست او ريحه الفانيليا في الرز بلبن. شوفي بقى المنظر والشياكه والجمال. تعالوا نغرف مع بعض وبص القوام عامل ازاي. ما شاء الله عمل لي كميه محترمه. انا بغرف طبق كبير دلوقتي ولكن هعمل في الكاسات، وهنشوف البرزنتيشن او هنزين الاطباق بتاعتنا كمان ازاي دلوقتي. لو بتشوفوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان خاطر بفضل الله مش هتلاقي الجديد غير هنا وبس. اعملي سيرش في جوجل زي ما انت عايزه، بفضل الله دايما بنطلع لكم الجديد، وبنجرب مره واثنين وثلاثه قبل ما بننزل الوصفه لحضراتكم. اعتقد في مشقه ومجهود كبير يستاهل اللايك والشير من حضراتكم، وان شاء الله دايما نكون قد الثقه. تخيلي كده عندك عزومه، عندك حفله حلوه، بتعملي طبق رز بلبن زي دوت كده على السفره. طبعا انا حطيت النوزيتات اللي احنا عملناها بتاعت المانجا والدراجون فروت، زينت كمان بالنعناع عشان اكسر اللون. حاجه تشرفك بجد ومحترمه جدا، وبرزنتيشن بسيط، وكل الامكانيات عندك في درج الثلاجه. مش محتاج منك غلبه، تقدري تعمليه بكل سهوله. اتمنى بجد تجربوه لانها حاجه مختلفه، وكفايه ان الطعم الحلو هيطلع من بين صوابع ايديك. سافري بقى العالم كله وخش الفنادق والمطاعم، مش هتلاقي الطعم الروعه اللي احنا عاملينه دوت غير في صفحه كريم الحديدي وبس. هخليكي تعملي طبق رز بلبن تتحدي بيه العيله والمنطقه كلها كمان. تخيلي بقى انت معايا الطعم والفليفر والنكهات بعيد عن البرزنتيشن، وان الطبق شكله حلو، بجد طعم بيخطف العقل يا جماعه. بتمنى من كل حد بيشوفني ان هو يعمل الوصفه العظمه ديت. مكونات بسيطه جدا، وابعتوا لنا كمان التطبيقات بتاعتكم بالصور على اساس نرفعها عندنا على الصفحه. وبتشرف دايما بيكم. لو شفتوا اي وصفه على السوشيال ميديا ابعتوا لنا واحنا دايما تحت امركم. عملنا النهارده مع بعض رز بلبن فتاك، حاجه روعه الروعه، والطعم بقى خيالي. وان شاء الله نشوفكم في وصفه جديده. سلام عليكم.